سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا بألف صحة وعافية. في فيديو جديد وفيديو اليوم اللي غادي نخدموا فيه القراش البلديين منسمين بالسنجلان والنافع والمسكه الحره، كيجيو لذاذ وخفاف. تبعوا فقط المراحل وغادي ينجح معكم من اول مره توجدوا فيهم القراش. اولا كنبداو بالطحين. فبالنسبه لكميه الطحين نحتاج 3 ديال الزلافات متوسطه الحجم، ما يعادل كأس ونصف من العنبه، من كأس العنبه. نضيف الملح. بالنسبة للملح اللي عندي فضفت منها تقريبا نصف ملعقة كبيرة. كنضيف كذلك 2 معالق كبار من سنيدة، قليل من المسكة الحرة اللي كنت طحنتها من قبل مع شوية ديال سنيدة، ملعقة كبيرة من النافع اللي يكون منقي من قبل. فبالنسبة للزنجلان فكتبقى كمية اختيارية، فأنا ضفت فقط 3 معالق كبار من الزنجلان اللي منقي ومغسول ومحمر من قبل. فما نساوش كذلك الخميرة الفورية، احتاجت تقريبا ملعقة غير مملوءة من الخميرة الفورية، كيس من خميرة الحلويات ما يعادل 7 غرام، ربع كوب زيت عادية، زيت نباتية. دائما كنعبروا بكأس العنبة. عندنا ربع كوب كذلك من المزهر، وكنجمعوا الكل بالماء الدافئ. كنحاولوا نعجنوا العجين جيدا، فخاصنا نحصلوا على عجين رخو. هذا هو قوام العجين. من بعد نزلوه في إناء ونغطيوه بلاستيك الغذائي ونخليوه يختمر تقريبا أو على الأقل 2 ساعات. بعد مرور 2 ساعات نفرغ العجين من الهواء ونحاولوا نصنعوا كرات صغيرة، نحاولوا نصفوهم في آنية فرن، وللمرة الثانية كنخليوهم يختمروا تقريبا 1 ساعة إلى 1 ساعة ونصف. من بعد كنكونوا وجدنا خليط من صفار البيض وقليل من القهوة سريع الذوبان، وكنحاولوا ندهنوا بهم سطح القراشل. كنزينوهم بالزنجلان، فالتزيين كيبقى اختياري. كندخلوهم الفرن بدرجة حرارة 180 من الأسفل والأعلى. من بعد ما يطيبوا وياخذوا لون ذهبي من الأسفل والأعلى كذلك، فكنقدموهم في طبق تقديم وكنحصلوا على نتيجة ممتازة. فالقراشل كيجيو لذاذ. متنساوش تجربوهم وتخليوا لي رأيكم في التعليقات، ونخليكم مع تتمة الفيديو إلى فيديو جديد إن شاء الله. ودمتم في أمان الله ورعايته. باي باي.